ثلاث انتصارات انيس بالنسبه للترجي الرياضي ضد المريخ السوداني، ضد الزمالك المصري، وفي الجزائر ضد بلوزداد مقابل هزيمه واحده، نقطه واحده تفصل الترجي عن الترشح للدور الربع النهائي. شو المطلوب اليوم في هذه الوضعيه؟ اذا قدامكم التفاصيل الخاصه بوضعيه الترجي في هذه المجموعه، ووضعيه طيبه اجمالا، لكن نأمل لما هو افضل على مستوى تاكيد الرياده وتاكيد الزعامه في هذه المجموعه. كمل معك عادل، لانه الترجي ما يخاف كان من نفسه، لانه اليوم كي تخسر مباراه على ديديتا، كي ترجع للمباراه تخسرتهم على جزئيات صغيره. من بعد نرجع نقول انه خمسه ملاعبيه اور سوجي برشا على الترجي الرياضي التونسي، خمسه ملاعبيه في ماتش كبير. وانا كنت في البلاتو هنا، ممكن كان عندي راي اخر بارابور للولاد، قلت انه ماتش صعيب. جاوبنا مع بعضنا وقلنا انه الماتش راه بعيد على الكاليفيكاسيون، بعيد على الشامبيونز ليج، هو ردة فعل، هو كبرياء الزمالك. الزمالك خسر في مباراة البطولة لانه اعطى كل شيء في مباراة رابطة الابطال. عادل عمل كل شيء باش ينتصر على الترجي. خسر مع انبي البارح 2 بلاش. مع انبي. لهنا ياكد انه ثم رياكسيون، ولاعبي الترجي ما حضروش الشيء هذا. شوف عادل، وقت اللي ديتاي تكنيك تخسر بهم مباراه، لهنا يلزم ثم درس وثم ديتاي يلزمك. اي هنا نتحدث على خبره اللاعبين المتعودين بالمسابقات الافريقيه، متعودين بعديد الدروس على مستوى الترجي اللي في اكثر من مره يكون هو مرشح على الورق، وبعد تجي مفاجاه في بعض المباريات وقت اللي بعض اللاعبين ما يكونوش في يومهم، ولا يغتروا صح التعبير، ولا يصابهم الغرور، وهذا طبيعي يعني في حياه اي بشر في اي دومين كان، ربما نوع من الغرور. حتى نبيل معلول اكد في تصريحه في نادي الصحفيين واللاعبين معناها ما تعاملوش جيدا مع هذه المواجهه. شنو الدرس اللي نجموا نستوعبوه من هذه المقابله؟ الدرس عادي لازمك تاخذ مبارياتك الكل، اذا تحب تكون بطل، واذا تحب تمشي بعيد في ربيع الابطال هذه مع ديزادفيرسير اخرين. الدرس انه عادل انت خسرت مباراه في مجموعه، وقلنا خسر مباراة وما خسرش لقب بالترجي، وانتصر في مباراة وما هزش لقب. يعني لهنا هو الدرس، انك اليوم اذا لي ديغا اللي صاروا والمشاكل اللي صاروا في الربع النهائي والترجي يكون اوت المسابقة، هنا يولي مشكل. هنا المشكل وين؟ يعني لهنا نحكيو على التراخي، نحكيو على النونشالونس، نحكيو على لي ديتاي اللي يخليو الترجي يكون اكوتي، اوكي معاك. لكن هذه مباراة في دوري مجموعات وانت تي كابابل تتعدى، وغدوه عادل في ربع نهائي وتدخل بالبريستاسيون هذه وبالمانير هذه وباليتا ديسبري هذه، شنو تتصور من الترجي في ربع نهائي يخرج من ربيع الابطال؟ هذه كارثة كبيرة. ثم ديتاي اخرين عادل، حكيت ممكن على 5 ولا 6 ملاعبية بعاد كومبليتمون على المستوى نتاعهم، كيما بن رمضان موش في اوج العطاء نتاعو، البدري نهارتها، داكدوك، كولي، معناتها ثم ملاعبيه ما كانوش في نهار كبير. لكن ثم ملاحظه عادل، الترجي الرياضي التونسي من قديم زمان نعرفوا الترجي، لعبت كونترو، نعرف لي ديتاي نتاعو، نعرف الكبرياء نتاعو، نعرف نقاط القوه نتاع الترجي الرياضي التونسي هي لي بالاريتي. قبل كي كنت نلعب في الملعب التونسي وكنا نلعب الاسبيرونس، كنا جماعه كامل نحضروا لي بالاريتي. لي بالاريتي كان عندهم اسكندر السوايح، كان عندهم دي بون تيرور في الترجي التونسي، وكان وليد عزيز، خالد بدر ورضي الجعايدي يصنعوا الفارق في كل كره ثابته، حتى كان ماكش في نهار كبير. اليوم اذا اليوم في البلاتو الاولاد والجماعه يذكروني، ثماشي بونتو تمركع على بالاريتي في الموسم هذا للترجي التونسي، ثماشي كومبينيزون تخدمت وسجل منها الترجي بالاريتي اللي هي كانت نقاط قوه. باركونتر اللي انت عندك بوغرين اللي يعرف يشوت مليح لي بالاريتي، علاش ما ثماش خدمه كبيره على الموضوع هذا؟ نتصور الترجي شو قالك فماش خدمه كبيره على الموضوع هذا؟ مي بون خاطر انت اليوم عادل باش نعطيك انا اكزومبل، الاتحاد المونستيري نرجعوا للكاليفيكاسيون نتاعو اليوم على بالاريتي 3 مقابلات، 3 كومبينيزون، 3 بيوت، معناتها كما نقولوا احنا الاهداف اللي تسجلت ومشات كاليفي المستير فيهم على كرات ثابته. اذا اليوم ثم شكون يذكرني انه الترجي سجل من كرات ثابته، لهنا في البلاتو نجم نتذكر، يعني لهنا نقاط القوه نتاعك لازمك تستغلهم. علاش قلت لك الكلام هذا يا عادل؟ لانه وقت اللي تكون اور سوجي وما تكون ماكش في نهار كبير، يلزم عندك الكرات الثابته هي الحل في مباريات كيما هكا.